تكوني هاديه مع اولادك وتتفهميهم ومع ذلك بتلاقي نفسك فجاه بتصرخي في وشهم، اطمني انت مش لوحدك. ولما تصحي من 6 الصبح تصحي وتفطري وتلبسي وتنزلي مدارس وترجعي تغسلي وتطبخي وتنظفي وتودي نوادي ودروس وتذاكري وتنيمي، وفي اخر اليوم تحطي راسك على المخده وتحسي بالتقصير، اطمني انت مش لوحدك. بتسيبي ابنك قدام التلفزيون بالساعه والساعتين رغم انك عارفه اضراره، لانك منهكه من الزن والعياط والطلبات وشغل البيت ومحتاجه انك تفصلي وتستريحي شويه وهو مش سايبك، اطمني انت مش لوحدك. ولما بتناقشي ابنك في سلوك معين مره واثنين وعشرة ومع ذلك مفيش اي حاجه بتتغير، اطمني انت مش لوحدك. لكن بنقول لنفسنا اكيد في طريقه افضل اقدر اتعامل بيها مع اولادي واطلع بافضل النتائج من غير ما يكون البيت كله صريخ وخناق وصراعات طول اليوم. الحقيقه فيه، كملوا معنا الحلقه. ولو اول مره تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القرايه او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. التربيه لها تعريف وطرق كتيره جدا، لكن بالبلدي كده التربيه هي العمليه اللي بقوم بيها انا كأم او كأب او اي حد قائم على التربيه عشان اهيئ ولادي ان هم يعيشوا في مجتمع ويتحلوا بالاخلاق وبالقيم وبالمهارات اللي تخليهم يفيدوا ويستفيدوا ويعيشوا في امان وسعاده وصحه جسديه ونفسيه كويس. بس خايفه اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم عن التربيه الايجابيه عشان سمعتها اتضربت في السوق اليومين دول، وفي اصوات كتير رجعت تنادي بعوده الشبشب من تاني. ومعانا النهارده كتاب هذب ابنك بواسطه التربيه الايجابيه لدكتوره نيكول ليبن. مؤلفة الكتاب بذات نفسها بتعترف لنا انها كانت مركزة كل تفكيرها كمدربة معتمدة للوعي التام. ايوه، هي كانت بتدرب الامهات ازاي يتعاملوا مع اولادهم، وكانت مركزة كل تفكيرها في ازاي تبتكر طرق جديدة تتعامل بيها مع اولادها وتربيهم وتوجههم، وفي نفس الوقت تقلل من التوتر والصياح اللي بتتعرض ليهم طول اليوم هي كأم او كأب او كأسرة عموما. ومع ذلك كان بيجي عليها وقت بتفشل في استخدام مهاراتها، وما شاء الله القطاقيط الصغيرين كانوا بيخلوها تخرج عن شعورها وترقع بالصوت وتقول لهم قطيعه تقطع التربيه على الوعي التام على اللي عايزين يربوا. مش قلت لك اطمني انت مش لوحدك؟ مؤلفه الكتاب بتوصف لنا التربيه انها تحدي كبير، وانها في اوقات كتير كانت بتحس ان كل اللي اتعلمته ملوش اي اثر وملوش اي فايده، نسيته كله يعني. وكل اللي كانت بتقدر تعمله انها يا دوبك تاخد نفس عميق وتحاول ان هي تهدى شويه، او انها تحاول انها تكتب وتوصف مشاعرها كأم، او تقنع نفسها ان مش شرط يعني ان انا اقدر اطبق كل اللي اتعلمته. هي زيها زي اي ام كان نفسها انها تكون ام مثاليه تقدر تراعي ولادها وتربيهم وتوجههم وتسعدهم، وفي نفس الوقت تحافظ على دورها كزوجه وعلى حقوقها كانسانه عندها مشاعر واحاسيس وبتحتاج للراحه والبعض الخصوصيه. عشان كده لازم واحنا بنربي اولادنا نربيهم بوعي. التربيه محتاجه خطه. ازاي؟ يعني لازم احدد الاهداف اللي انا عايزه احققها من خلال عمليه التربيه، وكمان اعرف ايه هي العقبات اللي ممكن تقابلني اثناء تحقيق الهدف، وايه هي الوسائل اللي هستخدمها عشان اتغلب على العقبات ديت واحقق هدفي. هدفنا طبعا كلنا كاباء وامهات ان اولادنا يكونوا سعداء ومبسوطين، صحتهم كويسه، مؤدبين ومحترمين، ويكونوا شخصيات مسؤوله في المستقبل، وباكج صفات حلوه كده من السخنه مسمسم دي، من غير ما هي كمان تضحي بسعادتها الشخصيه. اما بالنسبه للعقبات ما تعدوش. توتر تلاقي، اجهاد وتعب وارهاق تلاقي، مفيش وقت ولا صبر. اي نعم، التوقعات بقى وسقف التوقعات، اني اتوقع اني اربي اولادي تربيه مثاليه، او اني اكون ام خارقه للعاده، او ان الاخرين يكونوا متوقعين مني كده، وفي الاخر بنصطدم كلنا بالواقع. لان الام في الاخر انسان من حقه ان هو يرتاح او يتضايق او ينبسط لوحده شويه، او تستريح من الاعباء اللي مش بتنتهي. وخصوصا ان وظيفه الام بتتطلب مهام كتير جدا في اتجاهات كتيره، لانها مش مطلوب منها فقط انها تربي ولادها وتوجههم وتسعدهم وتهتم بيهم ومشاعرهم، لا، دي مطلوب منها كمان انها تكون زوجه وست بيت، وكمان عليها ادوار اجتماعيه تانية، دي احيانا بتضطر تقوم بدور السباك. على العموم احنا كده حددنا خلاص اهدافنا، وكمان عرفنا ايه العقبات اللي ممكن تواجهنا في طريقنا، يبقى ناقص نحدد الوسيله اللي هنستخدمها في تحقيق الهدف والتغلب على العقبات. وهنا ياتي دور التربيه الايجابيه اللي بتعتبر اقرب لفلسفه الحياه عن كونها طريقه للتربيه. فالتربيه الايجابيه وسيله للنجاح في اننا نعيش ونحقق اهدافنا من غير ما نضر بصحتنا وبصحه اولادنا النفسيه.
بمعنى ان احنا لو هدفنا، وده اكيد هدفنا كلنا، ان احنا نعيش في بيوت هاديه، فاحنا نقدر نحقق ده باننا نخرس العيال بصرختين وشويه سيطره، او ان احنا نقعدهم قدام التلفزيون او نسيبهم مع التليفون او تابلت. ساعتها اكيد مش هتسمع صوت في البيت، لكن ده هيضر بصحتهم النفسيه والجسديه. هدف التربيه الايجابيه مش فرض للسيطره، لكن التوجيه، واننا نتعامل مع اولادنا بوعي ونعلمهم ازاي مع الوقت يقدروا يكونوا اشخاص مسؤولين، يقدروا ياخدوا قرارات حكيمه ويحسنوا التصرف، ويكون ده بناء على خياراتهم وقناعاتهم اللي زرعناها فيهم من غير ما يفقدوا امانهم وذواتهم، لانها بتركز على اهداف طويله المدى من خلال منهج قائم على الاحترام المتبادل بين افراد الاسره، وعلى الحدود الواضحه والثقه والمشاركه الوجدانيه والوعي، واننا نركز في التربيه على ما هو صحيح وعلى اكتشاف الجوانب الايجابيه في ولادنا بدل ما نركز على اخطائهم وعلى الجوانب السلبيه في شخصيتهم، لان ده اللي هيحقق لنا هدفنا ويخليهم سعداء ومبسوطين. السؤال هنا بقى، هل معنى كده اني اوافق اولادي على اي حاجه يطلبوها على اعتبار ان ده هيخليهم سعداء ومبسوطين؟ اكيد لا. هو ده طبعا هيخليهم سعداء ومبسوطين ومرتاحين، لكن على المدى البعيد حتى لو انا اقدر ادي لاولادي واوفر لهم كل احتياجاتهم وكل اللي هم بيطلبوه، لكن بعد كده الحياه مش هتعمل زينا وتديهم كل حاجه، وساعتها هيصطدموا بالواقع ومش هيكونوا متعودين ان هم يحتاجوا حاجه وما يقدروش يوفروها، وبالتالي ده هيأثر على صحتهم النفسيه وكمان على سلوكهم. السؤال التاني، هل هدف التربيه الايجابيه اننا احنا واولادنا نكون دايما سعداء ومبسوطين والحياه دايما هتكون زبادي في الخلاط؟ برضه لا، لان هدف التربيه الايجابيه ان احنا نحقق اهدافنا باستخدام اساليب مريحه نوصل بيها لاهدافنا من غير ما نطرطش دم ولا حاجه، لكن اوقات كتيره هنضطر ان احنا نقدرهم عادي لكن باقل خسائر. سؤال ثالث، هل لما استخدم اساليب التربيه الايجابيه ولادنا هيسمعوا الكلام ويحسنوا التصرف على طول كده؟ لا. الله، هو ايه اللي لا؟ ايوه لا. اولا لان مش طريقه واحده هتنفع مع كل الاطفال، لكن في طريقه تنفع مع طفل ما تنفعش مع طفل تاني، فممكن عشان نحقق هدف واحد بس نجرب اكتر من طريقه لحد ما ننجح في تحقيق الهدف. ثانيا لان الاطفال دايما بيميلوا لعدم تنفيذ الاوامر، لان غالبا الاوامر دي بتكون ضد رغباتهم، فطبيعي ان هو يقاومها، لان الاطفال دول بشر عادي زينا، عندهم رغبات ومشاعر وحالات مزاجيه. ممكن دلوقتي ينفذ حاجه انت طلبتيها منه بس مره تانية يرفض. بالاضافه ان رفضهم ومقاومتهم ده من خلاله بنقدر نكتشف شخصياتهم وشغفهم وميولهم، وبناء عليه هنقدر نوجههم لاهداف تانية تناسبهم اكتر. وعشان تختاري التربيه الايجابيه كوسيله لتربيه اولادك وضميرك كده يكون مستريح، هنلقي نظره سريعه على طرق التربيه الاكثر شيوعا. واكثرها شيوعا هي التربيه الحازمه، وهي عباره عن شويه قواعد بنحطها وبنمشي عليها مع شويه مرونه كده علشان نقدر نتعامل مع التغيرات ومع المواقف المختلفه اللي بنمر بيها. والتربيه الحازمه بتتوصف انها اسلوب متشدد لكنه بيؤدي الى التجاوب. وفي التربيه السلطويه، وفيها بيفرض الوالدين السيطره على الطفل وبيحطوا توقعات عاليه جدا، ولو ما اتحققتش على طول بيكون في عقاب. وده شكل متشدد من اشكال التربيه لكنه لا يؤدي الى التجاوب. وثالث نوع معانا هو التربيه المتساهله، وده بقى سايب الدنيا سبهلله، يعني لا في قواعد ولا في عقاب. وده مش بيكون بسبب اهمال من الوالدين، لكن هم بيكونوا شايفين ان ده شكل من اشكال التعبير عن الحب، فهم بيتعاملوا مع الطفل على انه هو صديق ما ينفعش ان احنا نفرض سيطرتنا عليه. وده شكل غير متشدد من اشكال التربيه لكنه بيؤدي الى التجاوب. وفي برضو التربيه المهمله، ودي التربيه اللي بيكون فيها الاباء مكبرين دماغهم او في بعض الاحيان بيسيئوا معامله الطفل، وهو شكل غير متشدد ولا يؤدي الى التجاوب. وفي برضو اساليب تانية للتربيه حديثه شويه، زي اسلوب المجال الحر، وهو انك تدي ابنك بعض الحريه والاستقلاليه مع فرض بعض القواعد اللي تخليه يمشي عليها. وفي اسلوب التعلق، وده اسلوب بيشجع الاتصال والارتباط العاطفي بالطفل، وده بيكون عن طريق التلامس الجسدي، بانك تحضني ابنك على طول، تنامي جنبه في السرير، وبنكون حريصين جدا فيه على الرضاعه الطبيعيه، وان الطفل يتشال بحماله الصدر عشان يكون قريب من امه، وعشان يكون في تلامس واتصال بصفه مستمره بين الطفل وبين الام. وفي اسلوب الهليكوبتر او التربيه المفرطه، وده اسلوب فيه الاباء بيفرطوا جدا في حمايه الاطفال، وبيتدخلوا في كل كبيره وصغيره في حياتهم اكتر من المعتاد. يعني الاباء فيه بيتولوا اداره حياه اولادهم بشكل كامل، وعلى المدى البعيد حتى بعد ما يكبروا بيفضلوا برضو مستمرين في حمايتهم وفي انهم ياخدوا قرارات بالنيابه عنهم ويتحملوا المسؤوليه بدلهم. وفي بقى التربيه الايجابيه،
وهي أقرب ما تكون إلى التربية الحازمة اللي هي أسلوب متشدد يؤدي إلى التجاوب، ونخلط عليهم شوية كده من أسلوب المجال الحر عشان ندي الأولاد شوية استقلالية تنفعهم في المستقبل ونعزز بيها التربية الحازمة. وهنفترض إننا خلاص اخترنا التربية الإيجابية كأسلوب هنتبعه في تربية أولادنا. يبقى لازم أقعد مع نفسي الأول وأحدد أهدافي من التربية. أنا عايز ابني يكون فيه مجموعة من الصفات اللي محتاج أعززها فيه، وفي نفس الوقت في مجموعة تانية من الصفات أنا عايز أحد منها، وعايز ابني يكتسب أسلوب معين في التعامل مع الآخرين، وهكذا. أحدد كل أهدافي من عملية التربية، وبعد كده هحدد العقبات اللي هتقابلني أثناء تحديد الهدف. وبما إن العقبات دي هيكون في منها التعب والإرهاق والقلق والتوتر وعدم الصبر ومفيش وقت ولا مجهود، بالإضافة طبعا إن الولاد مش بيستجيبوا لكل اللي أنا بقوله، لا بعد مرة ولا 2 ولا 3 ولا حتى 10. هنا بقى التربية الإيجابية بتقولك إن العقبات دي نقدر نصنع منها فرصة نربي ولادنا ونزرع فيهم القيم والمبادئ والأخلاق اللي احنا محددينها مسبقا، فرصة في وسط الخناقات اللي بينهم، وفرصة في عز اختلافاتنا معاهم، وفرصة في أوقات التعب والإرهاق اللي بنمر بيها، فرصة في وسط الضغوط اليومية اللي بنتعرض لها إنهم بيتعلموا من المواقف اللي بيمروا بيها كل يوم. مش هنستنى أبدا لما نكون رايقين ومرتاحين وما عندناش ضغوط ولا عندنا مشاكل عشان نقدر نربي ولادنا ونعلمهم، لأن الأوقات دي بتكون للأسف لحظات نادرة في حياتنا. فلو انتظرنا الوقت اللي ما فيهوش عقبات عشان نربي ولادنا فخلاص العيال دي ضاعت، مش هتتربى أساسا. وعشان نقدر نعمل ده ونخلق من العقبات اللي بتقابلنا كل يوم فرص نربي فيها أولادنا، لازم إحنا كمان كآباء وأمهات يكون عندنا شوية صفات كده، وهي فرصة إحنا كمان نشيك على تربيتنا بالمرة، لا يكون اتضحك علينا ولا حاجة. إيه هي بقى الصفات اللي لازم تكون فيا أنا علشان أقدر أربي أولادي وأتواصل معاهم؟ أولا لازم يبقى عندي وعي وإدراك للمشاكل اللي بتقابل ابني، وإيه هي الحلول اللي تناسبه هو شخصيا وتناسبني أنا كمان. ثانيا المشاركة الوجدانية. أنا نفسي بنتي تبقى دكتورة، ده كان حلمي وأنا صغيرة وما قدرتش أحققه، إن شاء الله أحققه فيها. لا معلش اسفين والله، احنا ما خلفناهمش علشان يحققوا احلامنا احنا، هم عندهم احلامهم الخاصه بيهم، واللي دورنا احنا كاباء ان احنا نساعدهم في تحقيق احلامهم هم، وكمان لازم نشاركهم كل اهتماماتهم حتى لو كانت ضد رغبتنا. ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاهل اهتماماتهم ورغباتهم. ثالثا الحساسيه، وده معناه مرتبط بشكل كبير بالمشاركه الوجدانيه وبالوعي. لازم اقدر مشاعر ابني واشاركه فيها، مش بإني أوجهه وانصحه وأقول له أيوة مشاعرك دي صح أو مشاعرك دي غلط، لأن المشاعر ما فيهاش صح ولا غلط. كل المطلوب مني إني أتفهم مشاعره وإني أدعمه وأسنده، أسمعه دايما باهتمام، وده هيقوي علاقتي جدا بابني وفي نفس الوقت هيخليه يثق فيا. رابعا الوعي التام، وهو غير الوعي والإدراك للمشاكل بشكل عام، ولكن معناه إني أكون على وعي وإدراك باللحظة اللي أنا فيها، وإزاي أقدر أحدد الاستجابة المناسبة في الوقت الحالي من غير ما أتسرع في الحكم أو في الرد عليه أو أتعصب أو أقول أو أعمل حاجة أندم عليها بعد كده. خامسا المرونة، ممكن أطلب من ابني الطلب 30 مرة ومع ذلك الكلام بيدخل من ناحية يخرج من الناحية التانية على طول. مش لازم أنزعج أو أحس بالإحباط، لكن لازم أتكلم مع ابني عشان أفهم إيه هي الدوافع اللي بتخليه ما يقدرش إن هو ينفذ الطلب. رغم موافقته عليه أكيد في سبب هو اللي بيخلي ابني ما يقدرش إن هو ينفذ الطلب ده، لازم أعرفه وأفهمه وبناء عليه أقدر إني أوجهه. يعني طلبت من ابني إن هو يعلق هدومه وما يرماش على الأرض أكتر من 60 مرة ومفيش فايدة. أتكلم معاه، يمكن بينسى أو عنده مشكلة في التركيز أو تشتت انتباه، فأول ما بيخلص الحاجة اللي بيعملها بينتقل لحاجة تانية مباشرة من غير ما ينهي الحاجة الأولانية اللي كان بيعملها. فأمرنه إزاي يفكر نفسه ويركز أكتر. ممكن هو بيغير هدومه ويمشي على خطوات تساعده إن هو يركز لحد ما يعلق هدومه أو يطبقها ويحطها في الدولاب. وممكن تكون قدرات ابني في الوقت دوت مش سامحاله إن هو ينفذ الطلب ده. يعني ممكن لو ابني صغير يكون مثلا الشماعة اللي بيعلق عليها الهدوم أو الرف اللي هيحطوهم عليه عالي شوية عنه، فهو بالتالي مش بيقدر إن هو يوصله، فعشان كده بيكسل وما بيقدرش إن هو يكمل العمل اللي هو بيعمله للآخر ويعلق الهدوم زي ما انت عايزة. فلما افهم منه كده ممكن اساعده ان انا مثلا احط له حاجة يقف عليها عشان يعلقها، او افهمه يتصرف ازاي في الموقف ده، لان ساعات قدرات الطفل نفسه هي اللي بتمنعه من تنفيذ الطلب واحنا مش بنكون فاهمين.
وهكذا لو قدرت افهم الدوافع بتاعته اللي بتمنعه من تنفيذ طلبي، وبالتالي لازم يكون عندي مرونة اني اتعامل على حسب الوضع، ما تربست دماغي على اللي انا طلبته منه وان هو لازم ينفذه بصرف النظر عن قدراته واحتياجاته ودوافعه. سادسا، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. في المراحل الاولى من نمو الطفل المخ ما بيقدرش ان هو يتنقل من مهمة لمهمة بالسرعة اللي احنا عايزينها، فما توقعش من ابني انه ينجز مهمة بسرعة ويتنقل للمهمة اللي بعدها مباشرة. وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في شرح كتاب مخ الطفل الكامل، لو حابين ترجعوا تشوفوه هتستفيدوا جدا منه، هنسيب لكم الرابط تحت الفيديو. لازم اصبر على ابني واتفهم قدراته في المرحلة دي. حتى المراهقين قراراتهم اللي احنا بنشوفها غلط، هم مش بيبقوا متعمدين ابدا ان هم يغلطوا، لكن هم بياخدوا قراراتهم على قد تفكيرهم في الوقت ده، لان المخ ما بيكونش لسه نضج تماما، وجزء كبير من مشاعرهم اللي هي اساسا بتكون متلخبطه ومش واضحه في الوقت ده بتشاركهم في قراراتهم. فلازم اتفهم كل ده واصبر عليه وما تسرعش في ردود افعالي. سابعا، الاحترام. عشان ابني يحترم الناس والناس تحترمه، لازم انا اقدم له الاحترام ده في الاول. احترم افكاره، احترم رايه، احترم رغباته، احترم اهتماماته، حتى لو كان ده ضد رغبتي انا، حتى لو اختلفت معاه لازم احسسه باهميته وانه انسان عادي مش روبوت اديله اوامر وهو عليه بس ان هو ينفذها. ثامنا، الثقه. عشان اولادي يثقوا فيا لازم انا اثق فيهم من الاول واديهم مساحه وشويه حريه عشان يقدروا ان هم يتدربوا ان هم يتخذوا قراراتهم بنفسهم وانهم يعتمدوا على نفسهم، طبعا في حدود قدراتهم والامكانيات المتاحه ليهم. تاسعا، الحب. انا دايما بحب اولادي حب غير مشروط، يعني مش بحبه علشان هو شاطر ولا عشان دمه خفيف ولا عشان هو بيسمع الكلام، لا، انا دايما بظهر حبي لابني مهما عمل ومهما هيعمل، في حاجه ثابته ما بتتغيرش، انا بحبه. كل الصفات دي مش شرط انها تكون موجوده فيا بالفطره، لكن انا كمان بكتسبها شويه شويه وبالممارسه. يعني لو اتعصبت على ابني مره واثنين وثلاثه، في كل مره لازم احاول ان انا اهدى شويه عن المره اللي قبلها لحد ما اكتسب الصفه دي واقدر ان انا اتحكم في تصرفاتي وفي ردود افعالي، لان ده اللي هيساعدني في فرض الانضباط. ايه هو بقى فرض الانضباط؟ هو جزء من التربيه الايجابيه، وفرض الانضباط مش معناه فرض السيطره اطلاقا، لان دوري انا كأم او كأب مش ان انا افرض سيطرتي على ابني ومجرد بس ان انا احط له قواعد واديله اوامر واجبره ان هو ينفذها، وانا متخيل ان انا كده بعلمه وبعمل نظام وبعلمه الانضباط. مش هيحصل، لان هو مش روبوت اديله اوامر واستنى منه ان هو ينفذها بالحرف وبالكلمه. اكيد ده طبعا مش هيحصل لانه بعيد عن المنطق. انا نفسي لما بحط نظام عشان امشي عليه مش ممكن امشي عليه بالكامل، لان احنا بشر، الطبيعي ان احنا بنتاثر بافكار ومشاعر وبحالات مزاجيه وقدرات وصراعات، وكذلك الاطفال بشر ليهم قدرات وليهم حالات مزاجيه وليهم افكار ومشاعر ورغبات. لما اديله اوامر او افرض عليه قواعد فالطبيعي ان هو مش هيقدر يمشي عليها طول الوقت، وده غالبا بيصيبنا بالاحباط وبيحسسنا ان احنا فشلة لاننا مش قادرين نطبق القواعد اللي احنا حاطينها. وده مش معناه ابدا ان انا اسيب الدنيا ماشيه كده سبهلله من غير ما احط قواعد ولا نظام، لكن مع تطبيق اساليب التربيه الايجابيه انا مش هفرض سيطرتي على ابني، لكن هوجه، نرسم لهم حدود ونسيبهم هما اللي يمشوا عليها. وطبعا مره هيمشي على الخط ومره هيخرج عنه عادي، ما تقلقيش خالص، ده هيعلمه مع الوقت ازاي هو بنفسه يقدر يشوف الصح والغلط، وازاي هو يقدر يشوف المشكله ويحددها ويحلها كمان. وده طبعا هيكون مع دعمنا ومساندتنا ورعايتنا ليهم، ونشجعهم دايما على السلوكيات الايجابيه. طب غلط او عمل مشكله او سلوك سيء، اعمل ايه؟ طبعا على طول في عقاب، لازم يتعاقب طبعا عشان يمتنع عن السلوك ده. الحقيقه ان العقاب مش وسيله خالص لفرض الانضباط، لان غالبا مش دايما يعني لما بعاقب ابني بيكون العقاب ده رد فعل غير واعي مني انا، لان عقاب الابن بيكون تعبير عن حاله الغضب اللي انا حاسه بيها في اللحظه دي اكتر من كونه وسيله لضبط السلوك، وعشان كده هو بيهدم اكتر ما بيبني. والعقاب بتكون نتائجه على المدى القريب، لكن فرض الانضباط نتائجه بتكون على المدى البعيد، لانه بيساعد ولادنا ان هم يفكروا في سلوكياتهم وكمان يتحملوا مسؤوليه قراراتهم، وبتعلمهم كمان المشاركه والتفكير الابداعي، وبيحفز النمو الصحي للمخ. لان معنى الانضباط بيسمح لهم ان هم يغلطوا عادي من غير ما يكون في خوف من العقاب، ويقدر يسامح نفسه عادي، لانه عارف ان هو لما يغلط هيقدر ان هو يكتشف غلطه ده ويصححه وكمان يتعلم منه. وده لانه اتعلم ان هو دايما يدور على الحافز او الدافع الداخلي جواه،
لاي تصرف او سلوك بيتبعه، مش لمجرد اني طلبت منه ان هو يعمل كده. وده هيعلمه انه يراقب كل تصرفاته والدوافع اللي ورا كل سلوك بيقوم بيه. بينما العقاب ممكن يدفعه لسلوكيات غير مرغوب فيها زي الكذب، لما يحس انه غلط بدل ما يواجه اخطائه يكذب علشان يفلت من العقاب. فالعقاب بيكون رد فعل لحظي، بينما الانضباط بيكون اجراء مدروس ومقصود وواعي بشكل كبير. لاني عندي اهداف عايزه احققها في ابني على المدى البعيد، مش مجرد اني امنع سلوك غير مرغوب فيه في الوقت الحالي فقط. وده اللي ممكن اني احققه بمنتهى السهوله عن طريق العقاب، او اني اصرخ في وشه، او حتى اني اسخر منه من تصرفاته. عايزه ابني يتعلم ان هو يرتب اوضته وسريره. رتب سريرك، حاضر وما يعملش. تاني، رتب سريرك، حاضر وما يعملش. تالت ورابع، للاسف مفيش فايده. اني بقى اصرخ وازعق واعاقبه ده هيحل الموضوع مؤقتا، يعني لما اصرخ فيه وازعق له حاليا هيقوم على طول يرتب سريره، يعني هيعمل اللي انا طلبته منه طول ما انا شايفاه، لكن عمره ما هيكون لوحده ويقوم يرتب سريره. لكن طول ما هو لوحده وبعيد عن عيني مش هيفكر ابدا ان هو يقوم يرتب سريره. ده بالعكس، ده لو السرير مترتب ممكن وانا مش شايفاه يقوم ينعكشه لمجرد ان هو يعمل حاجه عكس اللي انا بجبره عليها. لكن لو انا عايزاه يكتسب السلوك ده ويكون انسان مرتب ومنظم بيهتم بنظافه المكان اللي هو موجود فيه، يبقى لازم اغير طريقه تفكيري واقعد كده واسال نفسي انا ليه عايزه ابني يرتب سريره؟ يمكن عشان انا كمان كنت برتب سريري وانا صغيره والمفروض ان هو كمان يعمل كده؟ ولا عشان ماما كانت بتقدرني وانا صغيره وتجبرني ان انا ارتب سريري وانا كمان عايزه اقدره؟ ولا لاني طلبت منه يعمل كده وهو لازم يسمع كلامي، انا مش طيشه يعني في البيت ده؟ ولا لاني عايزه ابني يتحمل المسؤوليه، والمسؤوليه دي بدايتها ترتيب اوضته وسريره ونظافه حاجته الشخصيه؟ ولا يمكن لان انا برضو عايزه البيت يكون دايما نظيف وللاسف انا ما بقتش اقدر اعمل كل حاجه لوحدي؟ غالبا وبما اننا ناس طبيعيين وسويين هيكون الرد ان انا عايزه ابني يتحمل المسؤوليه، وفي نفس الوقت انا كمان عايزه البيت يبقى دايما نظيف، لكن مش عشان انا عايزه اقدره مثلا، ولا لمجرد ان انا كنت بعمل كده فلازم هو كمان يعمل زيي. لكن وقتها وللاسف الشعور اللي بيكون غالب عليا ان انا طلبت منه يعمل كده وهو ما سمعش كلامي، والاقي نفسي بصرخ فيه وبلجأ للعقاب، وانسى هدفي الكبير وهو اني اعلمه ان هو يكون شخص مسؤول ويكون شخص نظيف ومنظم. لكن اكيد ان ترتيب السرير في حد ذاته مش هو الهدف. هدفنا على المدى البعيد بتكون اكبر من كده. انا عايزه ادي ابني الحب والامان، وفي نفس الوقت اساعده ان هو يتطور ويبني شخصيته ويكتسب سلوكيات ايجابيه. عايز تعمل شخصيه متمرده؟ افضل اديله في اوامر واجبره على تنفيذها، واوعى تسمع له او تديله فرصه ان هو يعبر عن رايه. ولو ما نفذش اوامرك عاقب، هو كده كده هيعمل اللي هو عايزه بس من وراك. يعني لو قررت انك تمنعه ان هو يكلم واحد صاحبه من غير ما تتكلم معاه ويكون هو كمان عنده سبب يخليه يشاركك في القرار، تأكد انه هيكلمه بس من وراك. ولو ابنك ما اتمردش عليك من كتر الاوامر اللي بتديها له، وكان شخص مطيع ومؤدب ومهذب وبيسمع الكلام من غير مناقشه، فدي كارثه اكبر. مبروك عليك، عملت شخصيه ما تقدرش تتصرف لوحدها، ما تقدرش تعمل اي حاجه لوحدها ولا تاخد قرارات ولا تتحمل مسؤوليه. ريبوت، مجرد انك تديله اوامر ينفذها على طول، للاسف هيكون منساق لاي حد يقوده. فعمر الاوامر والعقاب ما هتحقق لنا ابدا الانضباط اللي احنا عايزينه، رغم ان ده هيكون رد الفعل الاسهل والاسرع لان مخنا متبرمج على رد الفعل التلقائي. فلو بعد ما نظفت وخلصت شغل البيت كله دخلت لقيت ابني متشقلط هو وكوبايه العصير على السجاده، رد الفعل التلقائي مني على طول اني هقوم رقع بالصوت. فلو ما قدرتش ادرب نفسي على رد الفعل المناسب في الوقت ده، فللاسف هيكون الصريخ هو رد الفعل المعتاد ليا في كل مره ابني يغلط فيه، وبرضه هيكون ده رد فعل ابني في كل مره يتعرض فيها المشكله. هتلاقيه بيصرخ في اصحابه وفي اخواته وفيا انا كمان شخصيا، لان الاطفال بيكتسبوا سلوكياتهم من تقليد سلوكياتنا احنا الكبار. امال ازاي اقدر احقق الانضباط الايجابي؟ الانضباط الايجابي بيحتم عليا اني احط نظام وقواعد بالاتفاق مسبقا مع ابني، مش بحطها لوحدي كده. يعني بلاش افرض عليه ان هو مثلا يمسك التليفون نص ساعه في اليوم. اللي هيحصل ان بعد نص ساعه ما تخلص هيطلب ربع ساعه كمان، طب 10 دقايق، طب 5 دقايق كمان. ولو رفضتي طبعا هتلاقي زن وصريخ وعياط ومش هتخلصي. لكن لو قعدت مع ابني وبدات اتكلم معاه ان ما ينفعش ان انت تفضل ماسك التليفون وقت طويل، ده هيضر بصحتك وهيضر بعينيك وهيأثر على تركيزك، وعلى المدى البعيد هيكون في اضرار كبيره ليك. فاحنا لازم نتفق مع بعض ونحدد الوقت اللي تقدر تمسك فيه التليفون من غير ما تضر نفسك. هيقولك تمام، بس انتي قلتي نص ساعه بس، وحلقه الانمي اللي انا بتفرج عليها حوالي 40 دقيقه.
وانا بكون عايزه اكمل الحلقه. طب تمام، انا طبعا متفهمه ان انت الحلقه بتكون شداك وبتبقى عايز تكملها للاخر. طب بص يا سيدي، احنا اتفقنا على نص ساعه في اليوم، يعني الاسبوع هيكون حوالي 3 ساعات ونص. ايه رايك احنا هنلعب لعبه؟ هنقسم ال3 ساعات ونص دول على 7 كرات، كل كوره هتكون نص ساعه. فايه رايك كل ما تخلص نص ساعه تاخد كوره وتحطها في الصندوق لحد ما ال7 كور اللي مسموح بيهم خلال الاسبوع يتحطوا كلهم جوه الصندوق. انت حر تخلصهم بقى في 7 ايام، تخلصهم في 3 ايام، انت حر. انت مسموح لك في الاسبوع 3 ساعات ونص، يعني 7 كرات، كل كورة نص ساعة. انت بقى دير وقتك وشوف هتقدر تعمل ايه. ده هيدربه ان هو يدير وقته ويتحمل مسؤوليته ويتحمل نتيجة قراراته، وكمان شخصيته هتتطور، وفي نفس الوقت عمل اللي انا عايزاه. وبكده انا ساعدته ووجهته للسلوك الايجابي من غير زعيق ولا صريخ ولا عقاب على السلوك السيء. وده هيخلي ولادنا متأكدين من حبنا ليهم، وان احنا مش عايزين نفرض سيطرتنا عليهم ولا حاجة، واننا مش بنطلب منهم مجرد اوامر بس عشان نقدرهم. لا، هما كده كمان هيفهموا الدوافع والحافز ورا كل سلوك بيقوموا بيه، وان هدفنا احنا كآباء هو مصلحتهم، واللي بيدفعنا لده حبنا ليهم، واننا بنحبهم في كل احوالهم حتى لو غلطوا، لان هما مش اشخاص سيئين، لكن ممكن يكون فيه سلوك سيء، وده اللي احنا بنحاول نصلحه بالحب والتفاهم من غير صريخ ولا زعيق ولا عقاب اللي ممكن يخليه يطيع الاوامر، لكن عمره ما هيديله فرصة ان هو يتعلم ويكتسب مهارات جديدة، او حتى ان هو يفكر في سلوكياته ويكتسب سلوكيات ايجابية. طب خلاص تمام، خلاص انا كده فهمت ان العقاب حاجة مش كويسة. انا مش هعاقب، انا ههدده بس مش هنفذ العقاب. والله يؤسفني اقولك ان ده اسوأ واضل سبيلا، لان التهديدات دي هتخليه دايما خايف من العواقب، وده السلوك اللي هيمتد معاه العمر كله. اي حاجة هيجي يعملها هو خايف من العواقب، خايف ياخد قرار، خايف يتصرف، خايف يتحمل مسؤولية. التهديد هيخليه خايف يجرب اي حاجة لا يتعاقب. دايما هيكون الدافع لاي سلوك بيقوم بيه السلوك ده هيعجب ماما وبابا والمجتمع والناس وانا هبقى تمام، ولا مش هيعجب وبكده انا هلبس في العقاب. وبالتالي هيخاف ان هو يجرب او يستكشف اي حاجة. والطفل اساسا بيتعلم ويتطور بالمحاولة والاستكشاف، بالاضافة انه مع الوقت هيتأكد ان احنا مجرد بق وخلاص، لاننا بنهدد وما بننفذش اي تهديد. فحتى التهديد هيدخل من ودن ويطلع من ودن التانية، ويكمل اللي بيعمله عادي ومش هيسأل فيك. ويا ريت كمان بلاش تريقة وسخرية على تصرفاته وعلى مشاعره. يعني ابني مهمل وبيضيع دايما ادواته في المدرسة، ما جيش بقى كل مرة يرجع فيها من المدرسة اقول له ها ضيعت ايه النهاردة، ولما يزعل ويمشي من قدامي اقول له ايوه اجري اجري اجري، يلا عيط وزن شوية، تضيع حاجتك وبعدين تقعد تعيط. السخرية منه مش هتصلح اي حاجة، مش هتخليه ان هو يركز ولا يهتم في المرة الجاية، لكن هتفضل معلقة في دماغه وشايلها لي العمر كله. بالاضافة ان السخرية هتكون اسلوبه هو كمان، لانه للاسف بيتعلم مننا انماط السلوك. خلاص يا ستي، مش هنعاقب ولا هنهدد ولا هنسخر منهم، وكمان لما يعملوا حاجة كويسة هنكافئهم. تمام كده؟ عايزة حاجة تاني؟ لا، انا بقول كمان بلاش موضوع المكافئات ده، لان العقاب والمكافأة ما هما الا وجهان لعملة واحدة. لان زي ما انا مش عايزاه ان هو يمتنع عن سلوك خوفا من العقاب، انا كمان مش عايزاه يتبع سلوك علشان ياخد مكافأة. يعني لو لقى حاجة ورجعها لصاحبها فمكسبه انه يكون شخص امين، مش ان هو ياخد مكافأة على امانته، ولا ان احنا نسقف له ونقول له برافو شاطر انت شخص امين. هدفنا انه يكتشف الدوافع اللي جواه، وهي اللي تحركه وتوجهه، وهي اللي تخليه يقرر يعمل ايه وما يعملش ايه بناء على القيم والمبادئ اللي احنا زرعناها فيه، مش خوفا من عقاب او لانه متعشم في مكافأة. ومع ذلك العقاب والمكافئات مش ممنوعين منعا باتا، لكن بنستخدمهم في اضيق الحدود عشان ما يكونوش هما المحركين الاساسيين للسلوك. وعايزه اطمنك انك لو صرختي في وش ابنك مره، او عاقبتيه، او افتريتي عليه، او حتى هددتيه وسخرتي من تصرفاته، ما تلوميش نفسك وتحسي انك ام سيئه وانا ما استاهلش اكون ام. لا يا حبيبتي، عادي، اغلطي براحتك، هي العيال تغلط واحنا ما نغلطش، عادي، يعني كلنا بشر. بالاضافه ان دي فرصه ممتازه ان الولاد يتعلموا ان الغلط مش نهايه الدنيا، وان كلنا بنغلط عادي حتى ماما وبابا. المهم اني اعرف غلطي واصححه واعتذر عنه واسامح نفسي وابص قدامي واكمل، بس في الطريق الصح. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هنعرف ان حكايه التربيه بتبدا من عندنا احنا الاباء، مش من عند الولاد. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشجعونا ان احنا نكمل، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.